جون ادوارد مش عايز ثانيه تعدي الا لما يعمل فيها صفقه، وصفقه جامده جدا الساعات الاخيره. اللاعب البرازيلي الداهيه اللي المفروض خلاص جاي، انت جايبه بمبلغ وممكن خلال على يناير ممكن تبيعه كمان وتستثمر فيه. لعيب جامد جدا، لعيب جامد جدا على الاسامي والارقام واللعيب والتاثير الفردي والجماعي والاسيستات، لعيب جامد جدا. نادي الزمالك انا بقول يا سلام لو مع جوميز، لو التشكيله دي مع جوميز يا جماعه، لو جوميز كان موجود، بس بلاش لو عشان ايه ملناش في كلمه لو دي حالا لا. لكن انت عندك عناصر تقدر تبني عليها فرقه. اتمنى بقى المدرب يكون على قدر الحدث، اتمنى المدرب يكون على عنده فكر وشخصيه واداء، لان صدقوني الكره ما عادش فيها فوارق كبيره قوي، الكره ما عادش هي اللي بالاسامي، الكره ما تعرفش اسامي، والله ما عادتش اسامي، تكتيك بس، لياقه بدنيه. عندك فرقه واقفه بدنيا في الملعب، عندها سرعات، عندها المقدره انها تلعب على الضغط العالي زي انت هتطبقه، تلعب تحت الكره زي انت هتدافع، التحولات ازاي، انتشارك ازاي، ضغطك على الخصم ازاي، شكلك الدفاعي، شكلك الهجومي. ده مدرب بقى، هو مدرب. لكن العناصر انا شايفها على الورق حلوه، في الملعب لسه ما اقدرش احكم. لكن انت عندك قوام فرقه، انت بتتكلم على عدي الدباغ، بتتكلم يا جماعه كرام اسمه دوت ادم كايد، بتتكلم على الاسامي اللي جات لك كلها اسامي جامده جدا، واللاعب البرازيلي، وبتتكلم على عدي الدباغ مع الونش مع حسام عبد المجيد مع فتوح مع اسمه بنتايك. لا عندك اسامي يا جماعه، محمد شحاته عشان ما ننكروش، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، ناصر منسي، الجزيري. لا عندك عناصر جامده، اوعى تتهز، انت عندك عناصر حاليا، عناصر جامده. لكن الاهم المدرب، نتمنى التوفيق، انه يكون عنده قرار وعنده شخصيه، لان انا واثق لو الفرقه واقفه بدنيا وشخصيه مدرب وتكتيك والله ما حد هيقف قدامك.